اللي بيقعد يقول لك اعمل وسوي وبتاع أنت حر، بس فاتورتك هتقدر تحاسب عليها وأنت قايم، والّا أنت بتطلب كده عشان دماغك مريحاك؟ مش أنت بتقول دماغك مريحاك؟ لسه شغالة عشان دي برضه من أيامنا زي فكك كده وبتاع. مش قوي. مش شغالة دماغك مريحاك؟ إحنا عندنا دماغك مريحاك دي كانت كبرتوا حبة. الله يسامحك حاضر. في ناس بتبقى شايفة مثلا هو الكلية دي، طب ما أنا ممكن أخد كورس إمم. وأشتغل بيها بعدين. ما يروحش كلية يعني؟ مش ما يروحش كلية، أوكي، بس مثلا يدرس الميجر ده أوكي. بس يقدر يعوض الحاجات التانية بكورسز. مش أنت شايف إن خلطتك وكوكتيلك هو ده اللي على مزاجك؟ أنت حُر. بُص، عندنا زمان جدودنا قالوا اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر صح والّا غلط؟ صح. الفاتورة دي كلها أنا دخلت مطعم صح؟ وأنتِ دخلتِ نفس المطعم، أنا قعدت على الترابيزة دي وأنتِ قعدتِ على الترابيزة دي، هينفع أنا أحاسب على فاتورتِك والّا أنتِ تحاسبي على فاتورتي؟ كل واحد بيقعد على الترابيزة اللي هو تعجبه، تخشي كده تلاقي مطعم مكان فاضي، الترابيزة اللي على مزاجِك دي ترابيزة حلوة جنب الشباك، جنب مش عارف إيه، تحت التكييف، صح؟ الview من هنا هيبقى شكله لطيف، بعدين أقعد بقى أقول له والله عندك أكل إيه؟ أنا محتاج شوربة كذا، أنا محتاج سلطة كذا، أنا محتاج اللحمة كذا، أنا محتاج الفراخ، صح والّا غلط؟ صح. أنت بتطلب على قد اللي في جيبك، في الآخر هتاكل وتنبسط، أنت عملت اللي أنت عايزه، طلبت كل اللي أنت عايزه، قاعد في المكان اللي عاجبك وطلبت الأكل اللي أنت محتاجه، الكلام ده كله، صح؟ في فاتورة بقى، ساعة الفاتورة هتقوم تغسل صحون والّا تدفع الفاتورة؟ تدفع فاتورة. حلو أوي، اختياراتك من دلوقتي اللي هو وقت الجامعة فاتورتك، شكل الترابيزة اللي أنت هتقعد عليها زي ما أنت عاوز، اللي بيقعد يقول لك اعمل وسوي وبتاع أنت حر، بس فاتورتك هتقدر تحاسب عليها وأنت قايم، لازم تبقي أنتِ فاهمة قعادِك على ترابيزة الجامعة أنتِ بتاخدي أول قرار فردي بنسبة كبيرة، عشان هو مش فردي 100% لسه ماما برضه بتقول وبابا بيقول وزمايلك بيقولوا، إحنا مهما قُلنا قدر المستطاع إحنا بس عايزين نسبتِك في قرارِك تبقى أعلى، أنا لمّا أنجح هابقى فرحان بنجاحي لإن أنا اللي عملت الكوكتيل ده، ولا قدّر الله، لا قدّر الله، لا قدّر الله لو ما نجحتش، أنا كمان أهلي هيزعلوا عليّا، ماما هتبقى مش مبسوطة وبابا مش هيبقى مبسوط ومش هيبقوا فخورين، وهيدعموني برضه لسه هيفضلوا يحبوني واخواتي مش هيتبرّوا منّي وصحابي ممكن شوية يتبرّوا منّي وشوية ما يتبرّوش على حسب الصحوبية، بس هو لنَفْسك، عشان أنت اخترت حاجة غلط، أنت اخترت فاتورة واخترت طلبات مش في جيبك تمنها، أنت بتراهن على مستقبلك، تقِّل الرهان، لازم هنا نفتكر إن كان في حلقة عن الرهان قبل كده لازم تبقوا تشوفوها، في حلقة الرهان مهمة جدًا، 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 راهن على قدراتك، راهن على اللي تقدر عليه، راهن على اللي تقدر تتحمّل خسارته. أنتِ تقدري تتحمّلي خسارة مستقبلِك، راهني. عشان كده قرار مستقبلِك قرار مهم، لازم تبقي فاهمة كويس أوي، 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 أوي أنا باختار إيه عشان أروح بيه فين. أنا شاطر في كذا وشاطر في كذا وباحب الدراسة الفلانية وباحب الحاجة العلانية وهاقدر آخُد كورس عشان يدعمني في ده، مش هابقى باخُد كورس بتاع حاجة تانية خالص غير كُلّيتي، لأ، خُدي في المجال اللي أنتِ حاباه، ما هو أنتِ أصلًا مختارة الكُلّية على مزاجِك، فاطلبي الكورسات أو تستخدمي الكورسات اللي هتدعمِك عشان توصّلِك للهدف اللي أنتِ كنتِ عايزاه. في ناس بتشتغل في ثانوية عامة، في ناس بتشتغل في إعدادي، في ناس بتنزل مع أهلها الشغل وبتنزل تعمل internship. خلّيني أقول لِك إن أغلب جامعات العالم بتعمل مشروعات، بتعمل projects للطلبة بتاعة الجامعة، بتبعتهم الشركات يا إما في الصيف أو بتبعتهم كمان في وقت الشغل. على فكرة أغلب الكليات العملية اللي موجودة هنا في مصر كمان بتسمح للطلبة بتوعهم إن هم يروحوا الشركات اللي بتمارس نفس نشاط الكلية، عشان الطلبة يتمرنوا فيها، سواء وقت الكلية. يعني مثلًا المعلومة اللي عندي كلية طب، كلية الطب أصلًا آخر سنة تقريبًا بتبقى عندهم بيبقى مثلًا لو أنت طب القاهرة تنزل القصر العيني، فبيبقى في عندك سنة ممارسة جوّه، بتروح تقف مع الدكاترة الموجودين الكبار هناك، تشتغل معاهم وتتعلم منهم، يعني في الخبرة العملية مطلوبة. بس ما ينفعش إن أنت تبقى بتدرس حاجة وتشتغل حاجة تانية طالما ما عندكش احتياج، لأن في ناس ممكن تبقى محتاجة المصروفات أو محتاجة الحاجات اللي بتعملها، أنت حُر تعمل كده، لكن لو أنت هتشتغل حاجة تدعم التعليم اللي أنت بتعمله، فما بقاش اسمه شغل، بقى اسمه تمرين، بقى اسمه باكتسب الجانب بتاع سوق العمل، فاكرة سوق العمل؟ باكتسب سوق العمل وأنا بادرس، المبدأ مش غلط، بس هل أنا قادر والّا غير قادر ده موضوع تاني، أنا من وجهة نظري إنها قدرة شخصية. أنا أقدر أعمل كده، أقدر أشتغل وأدرس في نفس الوقت من غير ما أأثّر على ده ولا على ده، توكّل على الله. الإجابتين صح، الإجابتين صح، بس اللي ينفعِك ممكن ما ينفعش غيرِك. أقول لِك اشتغلي وأنتِ بتدرسي، دي إجابة صح. أقول لِك ما تشتغليش وأنتِ بتدرسي، دي إجابة صح. اللي يعرف مين؟ أنا. بس. كل واحد هتسأليه من صحابِك ممكن يجاوبِك إجابة مختلفة، وكل الإجابات بتاعتنا صح. أول يوم في الجامعة. أول يوم في الجامعة ماله، ده إمتى ده؟ كمان شهر كمان شهرين شهر، والّا طب حاجة. هنعمل له إيه، عايزة إيه، مش هنعمل هنعمل فيه إيه؟
تعملي في إيه؟ زي ما بتعملي أي حاجة، اعملي تورتة، يعني اعملي فطار وروحي الصبح، اعملي قهوة، يعني اعملي أي حاجة. يعني إيه تعملي إيه؟ مش فاهم. ما هنعمل إيه في الجامعة؟ شوفي بقى طقم يكون شيك كده آه. إن شاء الله بعد ما النتيجة تبان إمم. وماما تفرح، عشان لو ماما ما فرحتش في النتيجة هيبقى عندنا بعد مشكلة الشر. كبيرة يعني. إن شاء الله ماما تفرح، أيوه. فتقومي بقى إيه معذباها في طقم شيك جديد. أيوه. يلا ماما بقى أنا عايزة طقم الجامعة، طقم أول يوم في الجامعة ده لازم يبقى طقم إمم. كده حاجة إيه تنقيه. يعني هو هياخد شهر في التنقية، يعني الطقم ده أنتِ ما ينفعش ننزل نلف لفة كده ونجيبه أيوه ونروّح، ده ما محتاج مجهود، يعني مش أي بنطلون على أي ده حاجة كده. بدأت أدوّر على فكرة. أنا متخيل والله العظيم، آه. أنا عارف إحنا طبعًا أنتِ فاهمة إن الشباب الوضع عندهم مختلف صح؟ هو بيضرب طبعًا. أي بنطلون على أي تيشيرت وبينزل ومش فارق معاه أول يوم من آخر يوم، الحياة بالنسبة لنا إحنا إمم. تمام، لكن أنتم أنا عارف البنات بتحب طب هو أول يوم في الجامعة والله صدقيني هو ممكن يبقى واحد من أسعد أيام حياتِك، يعني إياكِ حد يبقى مخوّفِك بأي شكل من الأشكال. إحنا اتفقنا إن أنتِ بتفتحي على مجال جديد وعلى مجموعة أصحاب جداد، إحنا بنسميهم أصحاب محتملين، يعني عشان إحنا لسه ما بقيناش صحابهم، لسه ما نعرفش شكلهم، لسه ما نعرفش انتماءاتهم وجايين منين وبيعملوا إيه. أنتِ بتتعرفي على ثقافات جديدة وبتتعرفي على ناس جديدة وبتاع. الموضوع بالمناسبة أشبه بالسفر، سافرتِ قبل كده برّه في أي حتة محافظة تانية أو بلد تانية أو إمم. الكلام ده كله، أنتِ بتشوفي ناس جديدة، عاداتهم وتقاليدهم مختلفة، أنتِ هتشوفي طبايع مختلفة من الناس، تشوفي ناس كتير، اتفرّجي، اشتري أكتر، ابتسمي في وسط كل الناس، ما تتوقعيش إن يبقى كل الناس كويسين، بس كمان ما تتوقعيش إن هم وحشين، بلاش إمم. تخشي خايفة، بلاش أبقى مدخّلِك الأوضة على فكرة إحنا هنخش بقى والجامعة وربنا يستر وركّزوا ونمشي جنب الحيط، لأ عادي اتعاملي عادي جدًا، جدًا، زي ما بتنزلي الشارع، أنتِ بتنزلي الشارع وتبقي عارفة مين اللي ماشي في الشارع؟ أكيد إحنا مش قافلين الشارع بتاعكم على منطقتكم وما حدش بيخش من برّه المنطقة، عادي أيوه. أنا ممكن أعدّي من تحت بيتكم عادي وأكون ما أعرفكيش وما تعرفينيش ونغلس على بعض أو نحب بعض، صح والّا غلط؟ صح. أدّيكِ كلاكس وأنتِ معديّة قدّامي فتقولي إيه فتح يا عم فانزل أتخانق معاكِ أو تقولي لي معلش أنا آسفة كنت باعدّي أقول لِك معلش يا بنتي اتفضلي، يعني ده ممكن يحصل وده ممكن إمم. يحصل، صح أيوه. والّا غلط؟ يعني ممكن نمسك في خناق بعض وممكن برضه نستلطف بعض، إمم. هي الجامعة كده، تقابلي ناس ممكن يطلعوا كويسين، ممكن يطلعوا مش كويسين، روحي بنفس الneutral، روحي وأنتِ على الحياد، روحي وأنتِ مبسوطة. أي حاجة هتضبط لي مودي هابقى مبسوطة بيها، أي حاجة هتضايقني هاحاول إن أنا أتفاداها. طبعًا لازم نعرف كل حاجة فين، يعني أول يوم ده إمم. exploration وأعتقد الدكاترة بيبقوا عارفين الموضوع ده. روحي اكسبلوري، صحابِك أكيد هيبقوا معاكِ حتى لو مش في الكلية، أكيد هيبقى فيهم أيوه. من ناس في الجامعة. إمم. اتفقوا في أول يوم تعالوا يا جماعة نقعد مع بعض ونلف مع بعض، نلف الجامعة سوا، نلف الكلية سوا. طبعًا أنتِ أكيد خلي بالِك أول يوم الجامعة ده هيبقى سهل، علشان أنتِ أصلًا قبل ما تروحي أول يوم هتبقي نزلتِ كذا مرّة، رُحتِ بقى عملتِ الكارنيه وسلمتِ الملف وبتاع، أنتِ في شوية لفة، ما تبقيش فاهمة إن هو يوم الجامعة ده اللي هو أول يوم بجد؟ مدرسة. أومال أنتِ فاكرة إن الورق بيروح بالطيارة؟ مع نفسهم بقى. لأ أنتِ بتبعتي السايس يروح، ما فيش الكلام ما ده فيش عندنا، كده؟ حضرتك لازم هتروحي تعملي بقى الورق والملف راح، وتروحي تطلّعي الكارنيه بتاع الجامعة وبتاع. دي مرمطة. لأ مش مرابطة ولا حاجة، دي إحنا فسحة، يعني نروح ما بتخرجي كتير على حسّها، يعني ماما أنا رايحة الجامعة النهارده عشان مش أخرّج هنقول لها الحاجات. بقى، ما مش هنقول لها. هي هتشوفنا في الفيديو، يعني هي ما هتشوفنا، هي قاعدة برّه، ماما قاعدة برّه إمم. صح، هتشوفنا في الفيديو بعد ما نعمله. مش هنقول لها. الconcept إن الموضوع لطيف، إمم. الconcept إن أنتِ في انفتاح حلو، خُشي بقلب مفتوح، اضحكي في وش الناس كلّها، كل الناس كويسين إلى أن يثبت العكس، أنا ما ليش دعوة بالمعنى التاني، لكن هي كل الناس كويسين إلى أن يثبت العكس، إحنا داخلين neutral، إحنا مجموعة صحاب، عمرِك ما هتبقي لوحدِك على فكرة في أي مكان، وحتى لو بقيتِ لوحدِك على فكرة أنتِ كبرتِ. يعني أنتِ مش لسه طفلة صغيرة والّا مش عارف إيه، مش هابقى عارفة أتصرّف مع الناس، بالعكس إمم. البلد مقتنعة أنتِ معاكِ بطاقة، أيوه. البلد مقتنعة إن أنتِ كبرتِ، يعني أنتِ مصدّقة والّا هُم البلد مصدّقين في حاجة؟ وأنتِ باحاول أصدّق. لازم تصدّقي، أنتِ أيوه. كبرتِ خلاص، أنتِ بقيتِ حد قادر على إنه يقيّم أي موقف. اتّبعي حاجة اسمها سياسة الارتجال، سمعتِ الكلمة دي قبل كده؟ آه. يعني إيه ارتجال تعرفي؟ اتصرّف في الموقف. بالضبط كده، لازم ترتجلي، لازم تبقي أنتِ قدر المستطاع بتحاولي هاتصرّف حسب الموقف اللي أنا باتحط فيه، هيحصل حاجات، أنا كبرت، صدّقي إنِّك كبرتِ. المكان اللي أنتِ فيه ده، أنتِ فيه بسبب تعبِك كل الفترة اللي فاتت دي، وإن أنتِ قعدتِ عملتِ كل المذاكرة والاختيارات وسألتِ دول وسألتِ دول وسألتِ دول وقعدتِ فكّرتِ أنا باحب إيه، أنتِ في مكان اخترتيه وحاباه، استمتعي بيه، صح والّا غلط؟ صح. ينفع حد يختار إن هو يروح رحلة وما ينبسطش؟ لأ. أنتِ اللي مختارة الرحلة، أنتِ اللي مختارة الكلية وصحابِك موجودين وعرفتِ خلاص أنت فلان أنت معانا أنت في كلية كذا حتى لو مش معاكِ في نفس الكلية، بس أنت معانا في الجامعة اعمل حسابك هنتقابل النهارده يوم كذا أول يوم نتقابل كلنا ونمشي مع بعض ونخرج مع بعض ومش عارف إيه، صح؟ أيوه. لطيفة شوية؟ لطيفة أوي. روحي بmood لطيف، هتنبسطي والله. الجامعة يعني أغلب الحاجات اللي ما بتتنسيش في حياتك بعد كده بتحصل وقت الجامعة، الحاجات الزمان دي مش هتلاقيكِ بتفتكريها أوي، ذكريات الجامعة ذكريات بتبقى قوية جدًا، صحاب الجامعة دول صحاب هم غالبًا اللي بيدوموا معاك بعد كده، يعني هم اللي بتفضل فاكرهم، هم اللي بتفضل حواليك وهتحتاجهم بعد كده في الشغل على فكرة، يعني هم ده هيروح يشتغل في مكان وأنت تشتغل في مكان ده مصلحة، لمّا هو كل واحد فيكم يروح في حتة بعد كده إمم. هتعوزوا بعض، ويبقى أنت ليك واسطة هنا وهو ليه واسطة هنا، ولمّا تعوز تخلّص حاجة من عنده هيخلّصها لك، ولمّا يعوز يخلّص حاجة من عندك وهكذا. أيوه. موضوع جميل،
ما تبصيش للحاجة الوحيدة اللي بتخوف، بصي لل100 حاجة اللي بتفرح. بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمكم ان شاء الله. ان شاء الله. ولو عوزتوا اي حاجة احنا موجودين، اطلبونا في اي وقت، الصفحة عندنا موجودة، ابعتوا لنا انتوا عايزين تقولوا ايه، محتاجين ايه، خايفين من ايه، بس بالراحة عليا شوية. بس ما حدش يبعت لي بقى موضوع الميك اب والبنات يعني عشان يقول لي اصل انا من دلوقتي بفكر في هلبس ايه اول يوم الجامعة. يا حاجه جماعة مهمه على شهر، فكره. انا ما قلتش انها مش مهمة، ايوه، بس انت شوف يعني عايز كام اوتفيت عشان اول شهر الجامعه ده. كام اوتفيت اه عشان اول شهر الجامعه. بصي هو الشباب يعني لازم المره الجايه نجيب شباب يا جماعه، عشان هو بيقول لك هو بيبقى بنطلون انت فاهمه، وتيشيرتات بقى. وعليه تيشيرتين ثلاثه وبيلفهم، وصدقيني هو ما بيبقاش عارف هو لابس ايه غير لما اصحابه يقولوا له انت لابس غامق ليه النهارده، فبيكتشف انه لابس اسود. يعني هو بيعرف هو لابس ايه جوه الكليه. اشوفكم على خير دايما ان يا شاء رب، الله. دايما مبسوطين ان شاء الله، تبقوا مبسوطين جدا 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 في الجامعه، ونشوفكم بقى مناصرين لحقوق الرجاله، عشان احنا محتاجين مناصرين نبقى لحقوق نفكر في الرجاله. الموضوع ده. انبسطت جدا معاك يا منى وانا النهارده، كمان. يا رب ما نكونش غلسنا على بعض زياده. لا يعني خفاف على الناس هيحبونا، هيحبون. ما تكرهوناش. يلا هيحبون. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.